طب رجاله، كعادتي كهادي انا ما بحبش المقدمات، بس انا لازم اقول مقدمه مهمه في الفيديو ده. اني انا في قناتي وحش، شخص سيء، شخص هيوريك الحياه بشكل مختلف تماما، شخص حقيقي. فبشكل عام المحتوى ده هيضرك وانت بتسمعه، حتى مجرد ما انت تسمعه هو هيضرك وهيأذيك نفسيا. وانا صريح معاك في ده، لان انا فعلا هوريك الحياه بشكل واقعي، شكل غير اللي ابويا وابوك علموه لنا. لان انا فعلا عامل القناه دي ومش فارق لي اي حاجه، انا كان فعلا فارق لي ان كان في يوم من الايام يكون في حد ولو حتى على السوشيال ميديا يطلع لي يقول لي الكلام اللي انا بكتشفه حاليا في حياتي في ارض الواقع. فانا الكلام اللي انا هوريه لك في القناه هنا كلام ما سمعتوش قبل كده، كلام مش هتسمعه في اي حته قبل كده، كلام حقيقي 100%. فبشكل عام هو هيأذيك، هيوجعك، كلامي هيضرك، ولما يضرك انت هتتحسن. يعني انا فاهم انا بتكلم فين. لما يضرك هو انت هتتحسن، انا مش بضرك كده على الفاضي، انا بضرك علشان خاطر احسنك. زي الجيم بالظبط، الجيم انت بتروح تمسك الدمبل تفشخ العضله بتاعتك، تمام، تطلع ميتنا علشان خاطر تتطور وتتحسن. فانا الكلام اللي انا بقوله هو هيوجع، مش مناسب لكل الناس، مش عايز وش في الكومنتات، لان انا عايز الم فئه من الناس معينه عندها عقليه معينه. فانا لو حد مثلا مختلف معايا في نقطه ولا اتنين وبيتناقش، انا هتناقش معاه بادب. انما لو حد مثلا مختلف معايا في كلامه كله فهو هيغور في داهيه، انا هطلعه. ومحدش يقول لي مثلا ما تشتمش، ما تغلطش، ما تعملش اي حاجه. انا هقول اللي انا عايزه وهحكي بصراحه، والا ايه، ميتين ابوها محتوى وميتين ابوها كل حاجه، وهريح دماغي. وبرضه هعمل، يعني برضه هعمل، لان انا فعلا كنت محتاج في يوم من الايام ان حد يطلع يقول لي الكلمتين دول. لان اساسا 90% من اللي علمهوني ابويا هو غلط. 90% من اللي علمه لك ابوك هتكتشف ان هو غلط لو كنت في نفس ظروفي ونفس معيشتي. طيب نخش في موضوع الحلقه بقى المره دي. الناس بتكيل بمكيالين. يعني ايه الناس بتكيل بمكيالين يا عم هادي؟ يعني الناس بتوزن بميزانين، بتوزن الامور بميزانين. يعني ايه برضه يا عم هادي؟ وضح لنا اكتر، احنا مش فاهمين، واحنا عارفين ان احنا حاسين ان احنا كلنا بهايم. طيب الناس ممكن تحكم عليك حكم معين، بس انت لو عندك صفات تانية وعندك الحاجة دي هيحكموا عليك بحكم مختلف. يعني ايه مثلا؟ يعني ايه برضه يا عم هادي؟ وضح لنا اكتر، برضه احنا مش فاهمين. طيب الناس ممكن يكون بالنسبة لها شرب الخمرة ده وحش، فأي حد يشرب خمرة، أي حد ينام مع بنات، أي حد يعمل أي حاجة وحشة، فهو بالنسبة لهم شخص سيء، المفروض ما يقربوش منه. بس نفس الشخص السيء اللي هم مش هيقربوا منه، لو عنده صفات مختلفة، عنده مميزات مختلفة، عنده مكتسبات تانية مختلفة، هيحكموا عليه حكم تاني. يعني هما بالنسبة لهم شرب أي حد يشرب خمرة ده وحش، بس نفس الشخص اللي بيشرب خمرة ده لو كان عنده صفات تانية هم هيحكموا عليه حكم مختلف. وده معناها ان هو الناس بتكيل بمكيالين. يعني ايه برضو يا عم هادي؟ وضح لنا اكتر. هقول لك مثال كده، اقرب مثال شهير مثلا، اللي هو ايه، لو حد وحش بيشرب خمره وجيت تقدم لبنتك، فانت يعني جيت تقدم لواحده مثلا، لو حد بيشرب خمره وراح يتقدم لواحده هيتفوا في وشه، هيتفوا في وشه، ومعروف عنه ان هو بيشرب خمره، ومعروف عنه ان هو صايع، ومعروف عنه ان هو ابن 60 كلب، هيتفوا في وشه ويقولوا له غور في داهيه. بس نفس الحد اللي بيشرب خمره ده لو كان غني، لو كان قوي، لو كان رتبه كبيره في الدوله اللي هو فيها، ايه النظام بقى؟ هتلاقيهم حكموا حكم مختلف ان هو ربنا يهديه. ده مثال مشهور، بس قيس ده بقى على كل شتى مجالات حياتك. يعني احنا المثال المشهور ده بنضربه تمام وبنقعد نهزر بيه ومحدش بيستوعبه، بس حرفيا دي الحقيقه، ده الواقع. نفس الشخص الزباله ده اللي اتقدم، بس عشان خاطر هو غني، عشان خاطر عنده مكتسبات تانية، اتحكم عليه حكم مختلف. ليه؟ الناس بتكيل بمكيالين مش بمكيال واحد، الناس دايما بتكيل بمكيالين. اقول لك على حاجه مثلا، اقرب مثال مثلا كده، انا كنت بهزر مع واحد صاحبي ده يعتبر قوي بدنيا وجسمه حلو ومش عارف ايه وبتاع يعني، فانا بهزر معاه كده مثلا، بنهزر بالضرب وساعات يعني فاهم. فلما بهزر معاه بالضرب هو بيتقبل مني الهزار، يعني عارف اللي هو ايه، مثلا احنا ساعات بنتغاشم، ساعات عارف اللي هو احنا بيبقى جوانا طاقه كده بنطلعها على بعض في البلاي ستيشن، يعني ده اللي انا عايز اقوله لك. فانا ساعات لما بشد معاه هو يعني حرفيا خلاص هو واقف، هو واقف. واحد تاني صاحبنا التالت يجي يهزر معاه، هو حرفيا بيهينه، هو حرفيا ما بيقبلش منه الهزار، هو حرفيا علشان خاطر اقول لك ايه مثلا، اقرب مثال برضو كان حاصل قريب، احنا مثلا قاعدين في وسط بنات وانا بهزر مع واحد صاحبي مبسوط ان انا بهزر معاه، يعني عارف اللي هو مبسوط. يعني تخيل انا جاي على دماغي مثال هقوله لك. تخيل كده مثلا قاعدين شويه شباب ولاد وبنات عاديين جدا، وواحد صاحبك قام هزر معاك قدام البنات دي، فانت هتلاقي نفسك اتضايقت تلقائي، ليه؟ لانك انت مش حابب حد يهزر معاك قدام الناس، ولا وحابب ليك وقارك وحابب ليك احترامك. تخيل بقى لو تامر حسني بقى
هو اللي هزر معاك قدام البنات دي، هو اللي ضربك على قفاك قدام البنات دي، تلاقي نفسك ضحكت، تلاقي نفسك اتبسطت، تلاقي نفسك لا الله. الناس بتحكم بمكيالين، بس بشرط ان انت يكون عندك صفات مختلفة تخليك تتمكن من المكيال ده. يعني ايه؟ هل انا بدعوك ان انت تكون شخص وحش؟ لا، بس انا عايز احكي لك كده كمثال بسيط خالص حصل الفتره الاخيره. مثلا انا فاتح شركه دعايه، اللي ما يعرفنيش يعني تابعونا على الانستجرام، تابعونا على فيسبوك، هتلاقوا الحاجات دي تعرفني اكتر. اللي عندك اي سؤال اساله. طيب اللي ما يعرفنيش، انا عندي شركه دعايه. فشركه الدعايه دي احنا بنخش الاماكن. انا عايز افتح شركه انتاج ضخمه واعمل فيلم، وهنبقى نحكي على الحوار ده بعدين قدام. يعني عايز اعمل فيلم سينمائي ينافس السينما المصريه والسينما العربيه، لان كلها هطل وكلها هبل، واولاد الممثلين بيبقوا ممثلين واولاد المغنيين بيبقوا مغنيين، وكلها كده بقت مفتقره للابداع. ليه؟ لانك انت جايب ناس ما هياش موهوبه اصلا، جايب ناس هم بيشتغلوا الشغلانه عشان خاطر هو ابن فلان ولا ابن علان ولا ابن كذا، فكله بقى خرا، فمفيش حد مبدع. فده نبقى نتكلم برضو عنه قدام. شوف احنا بنخش كتير قوي، انا عشان كده بقول لك القناه معموله فك. طيب فانا عامل شركه دعايه، فبشكل عام انا بخش مكان. المكان ده تقريبا يعني داخل المكان، فبوري له شغلي، بقول له انا بقدر اعمل اعلانات شكلها حلو وشكلها مميز وفيها جرافيكس وفيها خدعه سينمائيه ومش عارف ايه، فانا ممكن اعمل لك اعلان. فالمهم فبيقول لي طب تمام ماشي انا معاك، انت عايز كام تكلفه الاعلان دي؟ مثلا انا اروح اقول له مثلا 3000 جنيه. يستغليها ليه؟ لان انا داخل بلبس عادي، مش لبس شياكه، داخل عادي مش لابس اي حاجه. نفس الشخص ده رحت له بعديها بفتره بس بلبس شيك خالص، وببنت جميله جدا معايا شغاله معايا، وداخلين للمكان ده، طلبنا 11000 جنيه. اللي هو تمام. نفس الراجل بيكيل بمكيالين. ليه؟ انت اكتسبت صفات تانية معينه خلت الناس توزنك بامور تانية. بيحصل حتى في العلاقات العاطفيه. مثلا لو انت كنت اجمل راجل في حياه الانثى اللي انت مرتبط بيها ورحت خنتها مثلا، هتبص تروح تلاقيها بتحكم حكم تقول ايه؟ تقول لا بس هو في الاول وفي الاخر بيرجع لنا. مع ان بالنسبه لنا الخيانه دي وحشه للكل، الخيانه دي المفروض انت تتخنت او اتخنتي تسيبيه، لا بس تبص تروح تلاقيهم بيحكموا بحكم تاني. نفس النظام اقسم بالله بشوفها مع رجاله، انا مش عارف ازاي بقول رجاله بس بشوفها مع رجاله. اللي هو مثلا البنت دي اجمل بنت في حياته، فنفضت له وراحت لواحد تاني، والواحد تاني ده نفض لها، بعد كده رجعت له، هو بيوافق بيها. ليه؟ لان هي اجمل واحده دخلت حياته اصلا، فاهم؟ فهو بيبص للموضوع بنظرتين. انما لو مثلا واحده هي مش احسن واحده في حياته ومش اجمل واحده في حياته ويقدر يجيب غيرها وخانته، والله هيدوس عليها هيرميها، فاهم؟ فالناس بتكيل بمكيالين. دي اللي انا بقوله ده واقع مرير. طيب ايه الهدف بقى من الفيديو ده؟ وازاي اتكال بالمكيال التاني؟ الهدف من الفيديو ده يا اسطى ان انت تبقى دريان كويس قوي باللي بيحصل حواليك. لان انا يعني اقول لك ايه، انا شفت واحد صاحبي مثلا كده كان شغال في الشغل معانا، وجايب واحده صاحبته دي هو بيحبها ومعجب بيها جدا. وبس هما مش مرتبطين، هو نفسه يرتبط بيها، بس بشكل عام البنت دي جميله وهو معجب بيها وعايز يرتبط بيها، وبيحاول يقرب منها وبيحاول يجيب لها اكل في المكتب واحنا شغالين، وبيحاول يكون جنبها وبيحاول يحافظ عليها، بني ادم كويس جدا. والبنت برضه نفس النظام. بس البنت ايه؟ البنت كانت معجبه بكذا شاب عندنا في المكتب، فكانت بتتعامل مع الواد ده ازاي؟ ده حقاره. تيجي تقول له ما تجيش تقعد جنبي، ما تجيش تكلمني، ما تجيش تقف معايا، لا ما ينفعش. ولما كان يروح يكلمها، هو كان بيجي يحكي لي الكلام ده، لما كان يروح يكلمها ويروح يسالها يقول لها طيب انا معلش، طب انت ازاي بتتعاملي معايا كده قدامهم؟ طب ليه بتعملي كده؟ طب ده انا قعدت عادي. تقول له علشان خاطر انا ما بحبش اظهر قدام الناس ان انا في حد معين يخصني. نفس البنت دي بعد فترة معينة ارتبطت بولد تاني عندنا عنده عضلات وعنده جسم ومعاه فلوس ومعاه عربية في نفس الشركة. هي بترقص معاه في الافراح عادي قدامنا كلنا. هي بتحبه، هو مش عايزها، هو مرتبط بغيرها يعني، بس هي بتتلزق فيه. الناس بتكيل بمكيالين. لما انت يبقى عندك مميزات، الناس هتكيلك بالمكيال دايما الصح، بالمكيال اللي دايما هيخليك في الطريق القوي. لو وصلت معايا للحظه دي فانت يعتبر فهمت انا عايز اقول لك ايه. طيب ازاي بقى اتكال بالمكيال اللي دايما يكون في صالحي؟ لان انا كان نفسي كهادي ابويا يمسكني ويقول لي الكلام ده. ابويا يقول لي حد كبير يمسكني كده يقول لي، حد عاقل يجي يقول لي هادي الامر 1 2 3 10. كنت هلحق نفسي من حوارات كتير ومن مشاكل كتير ومن غلط كتير انا وقعت فيه، والحمد لله ان انا اكتشفت الحاجات دي في السن ده، فابتدى اظبطها قدام. طيب
جسمك، شكلك، فلوسك، هم دول اللي هيخلوا الناس تكيلك باي مكيال لصالحك. دايما 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 كل ما انت هتعلى في الشكل، كل ما انت هتعلى في الجسم، كل ما انت هتعلى في الفلوس، كل ما الناس هتكيلك بمكيال اكتر. ضيف عليهم بقى حته العقل. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت ممكن يكون عقلك حلو، عقلك نظيف، بس انت ما بتنفذش على ارض الواقع. وده انا بنعمل له حلقه تانية، لان انا برضو قعدت فتره في حياتي دماغي نظيفه فشخ تمام، بس اللي هو قاعد في البيت محلك سر. واقسم بالله العظيم ثلاثه، الناس بص، ناس بربع مواهبي، بربع قدراتي، بربع طريقه الكلام، بربع كل حاجه في الدنيا، قاعدين يحكوا للبشر ان هم قد ايه جامدين وعمالين ينجحوا ويحققوا حاجات، وانا قاعد في البيت. ناس بربع قدراتي، بربع قدراتي ده ب1% من قدراتي، اقسم بالله نزلوا الشارع عمالين يحكوا للناس قد ايه هم جامدين وسيطروا على العالم، وانا عشان انا دماغي نظيفه قاعد في البيت. لا مش هتحرك دلوقتي، مش هتحرك غير لما ابقى كامل، مش هتحرك غير لما اتعلم 1 2 3 10. لا، انزل على طول، انزل على طول ارض الواقع، انزل على طول اشتغل. وهنتكلم الحلقات الجايه بقى والحاجات الجايه عن الحاجات الاصعب. انا يعتبر بسخن، يعني انا لسه بسخن، لسه بجس نبض الناس، لان انا عايز الم ناس عاديه معايا في الاول، وبعد كده نعلى بالليفل اكتر واكتر واكتر واكتر، ونتكلم في وقائع مؤلمه اكتر واكتر. فانت بشكل عام لازم تظبط فلوسك، لازم تظبط شكلك، لازم تظبط جسمك، واول قبل ما تظبط كل الحاجات ده تظبط عقلك، لان عقلك هو اللي هيعرف يجيب كل الكلام ده. واللحظه اللي انت هتبقى فيها كده، الناس هتكيل عليك بمكيال اللي دايما لصالحك. الناس هتحكم عليك دايما بمكيال لصالحك، مهما عملت من غلطات يا باشا، مهما سويت من غلطات، هتلاقيهم دايما بيغفروا لك وبيسامحوك وبيحاولوا يراضوك. انا مش عايز احكي اكتر من كده، بس انت عارف يعني مثلا امريكا، لو حد من قوي عمل جريمه في اخواتنا، بالنسبه لهم عادي. ليه؟ لان ده الشخص القوي. نفس الحياه الواقعيه يا باشا، احنا بشر، احنا جايين ناكل في بعض يا باشا، احنا جايين في منافسه. الفيديو الجاي ان شاء الله هعمله على موضوع المنافسه، بس احنا جايين في منافسه، احنا بننافس بعض. فاهم انا بكلمك في ايه؟ احنا بننافس بعض، احنا بنكيل بمكيالين يا باشا. انت اللحظه اللي هتكون فيها قوي انت مسيطر. طيب انت لازم، انت مفيش حاجه اسمها ما انزلش جيم، مفيش حاجه اسمها جسمك يبقى عادي، مفيش حاجه اسمها ان انت ما بتطورش من فلوسك، مفيش حاجه اسمها ان انا مفيش قدامي فرص. طب يعني وانا اللي قدامي فرص؟ طب ما انا معلش، انا بدات من سوبر ماركت تحت البيت شغال ب 21 جنيه في اليوم. دلوقتي مثلا انا بخش مكان، قسما بالله بخش مكان اللي هو انا بصور الفيديو ده بياخد معايا 3 ايام شغل او يومين شغل، باخد فيه 3000 جنيه. انا شايف ان ده يعني مقارنه بالشباب اللي في سني بيقعد مثلا فتره على ما ياخد الفلوس دي. طيب هل انا هكدب عليك؟ هل انا هحور عليك في موضوع الفلوس؟ لا، كل ما ازيد في الفلوس اكتر كل ما هتلاقيني بحكي لك اكتر. يعني كل ما هتلاقيني انا بتطور في الليفل، انا كمان هطورك معايا في الليفل، كمان هكشف لك وقائع الفلوس. ليه؟ لان انا وانا صغير كده كنت مقتنع اللي هو ايه، اللي هو لا، العالم ما فيهوش فلوس، الدنيا ما فيهاش فلوس. ازاي هلاقي فلوس؟ لا، في فلوس بتيجي بسهوله جدا، بس لازم تشغل ده وتتظبط، ويبقى شكلك معين، وطريقه كلامك معينه، وادائك بشكل معين. ساعتها هتخش تطلب الرقم اللي انت عايزه من اي مكان هتاخده. ولازم يبقى عندك سكيلز معينه، ما انت ما تبقاش غبي مثلا وتروح قاعد لي في الكليه 12 سنه تقعد تذاكر وتجيب لي امتيازات، وفي الاخر تطلع تقول لي مش لاقي شغل. ما انت اللي غبي. زعلان؟ لا معلش والله، ما انت اللي غبي. معلش، انت شفت كام واحد اتخرج من الكليات دي كلها وقعد في البيت؟ شفت كام شفت اساسا ان هم بيعينوا ولادهم، يعني الدكاتره بتعين ولادهم. فانت شفت الواقع المرير ده وما زلت تمشي عليه. يعني هم رسموا لك سكه كلها غلط ما توصلش لاي نجاح من النجاحات، وانت قررت تمشي عليها. لا، طب ما انا سبت الكليه، انا منفض للكليه تمام. انا والله العظيم في سنه رابعه ورميها. يعني انا في سنه رابعه بقالي كام سنه؟ بقالي 3 4 سنين يا عم. انا منفض والله منفض، اقسم بالله. انا في مره من المرات دخلت بالموبايل، فالمفروض ان احنا بنسيب الموبايل بره، فانا يعني انا معايا الموبايل وانا بيتي بعيد، اصلا بيتي بعيد عن الكليه، فاللي هو حطيت الموبايل في الامتحان، حطيت الموبايل فوق كده، فوقي عشان خاطر يعني ولا عايز اغش ولا عايز انجح ولا فارق لي اساسا. انا هخش لو الامتحان جه في الاسئله في الصفحه اللي مذاكرها هحل، ما جاتش خلاص في 60 داهيه. الدكتور راح جاي راح قال مين معاه تليفون؟ فرحت قلت له انا، قلت له كده، قلت له انا معايا تليفون بس انا حطيته فوقيه وقافله. راح قال لي لا، خد التليفون اطلع ادفنه بره، يا اما هعمل لك محضر وهقطع لك الورق. الكلمه عصبتني، لان انا اساسا مش طايق الناس دي اساسا كلها بتعلمنا ازاي نكون عبيد وازاي نشتغل في حاجات فانا بص، انا اساسا بروح الكليه عشان امي بس، والله العظيم، انما انا اساسا مش عايز اروح. فرحت ماسك الورقه، رحت انا مقطعها. هو اتصدم،
بس كان نفسي يلوك معايا علشان هصده. والله العظيم اقسم بالله يومها ما كنت طايق نفسي. انا اساسا بروح الكليه عشان امي، انا اقول لامي ما كنتش رحت، لان انا عمال اقول لامي طب معلش انا في حقوق، انا في حقوق اللي هي شريعه وقانون، انا ازهر بس انا في حقوق. طيب معلش انا لو اتخرجت من حقوق يا ماما، انا هتخرج بعديها عايز سنتين عشان خاطر اطلع الكارنيه ده، لو طلعته في سنتين اصلا لان انا راجل فاشل فهطلعه في اكتر من كده، بس قول ان انا شاطر وقول ان انا هذاكر فهطلعه اكتر من كده. بس انا ناجح في حياتي، يعني انا اقعد اشتغل واقعد اتعلم جرافيكس 60 ساعه عادي ما عنديش مشاكل، انما مثلا تقعدني على مواد القانون ومواد القرف دي فكك يلا انطر. فاقول ان انا هطلعه في سنتين، بعديها انت تقعد مثلا تتعلم مع واحد ابن مره، والله العظيم محامي ابن مره يستغلك ويهينك ويوديك المحكمه، تفضل تخلص ورق وتعمل وما يعلمكش حاجه. يعني انت تلاقي نفسك اتخرجت من الكليه ومعاك كارنيه المحاماه ومعاك كارنيه مزاوله المهنه وانت اساسا مش فاهم يعني ايه محاماه، ومش فاهم، ما تعرفش تكتب ورقه طلاق عرفي. يعني عارف اللي هو ما تعرفش تكتب ورقه طلاق عرفي، ما تعرفش تكتب ورقه جيمنج، لو ورقه يوتيوبر لو مش تعرف تكتبها. فانت بتضطر تروح عند محامي تتعلم معاه وتاخد خبره، بعد ما تتعلم معاه وتاخد خبره تقعد لك 3 4 سنين بتاخد 400 جنيه 400 جنيه يا باشا في الشهر. اللي هو انتوا بتهزروا 400 جنيه في الشهر؟ طب انا دلوقتي كهادي معلش بخش مكان في اسيوط قريه يعني فاهم قد كده، اخش مكان اصور اعلان اصور فيديو باخد 3000 جنيه فيديو دخلت يوم تصوير بعدها يوم مونتاج سلمت الفيديو خدت 3000 جنيه. معروف في اسيوط بشكل عام ان انا اقوى واحد بيعمل فيها فيديو، اقوى واحد بيقدر يعمل فيديو، لان انا كلهم بيعملوا فاهم طب شحط محط خد فوق وتحت ويجيبوا لك البنات اللي بتغني ومش عارف ايه، بس انا لا بعمل فيديو جرافيكس حاجات كده مميزه، عشان كده باخد فيه السعر ده ولسه عليه اكتر واكتر، وناوي اكبر بالموضوع. يعني ناوي اكبر الموضوع بستغله ان انا عايز افتح شركه انتاج ضخم. فقال الكليه ليها لازمه لا، فانا قطعت الورقه واللي هو ايه والله العظيم قسما بالله كان عندي استعداد اضربه وعايز اهينه. فالراجل اتصدم اللي هو ايه ده قطع الورقه ده مش فارقاله ده. فرح قعد ينادم عليا يقول لي معلش تعالى يا ابني خلاص والله يا ابني خلاص خلي التليفون فوق. في اللحظه دي هو كلم ميكال تاني، هو عرف قد ايه ان انا الموضوع مش فارق لي. هو الراجل ملوش عندي حاجه، بس بشكل عام هو عرف قد ايه انا قوي. يعني الدكتور ده نفسه عرف قد ايه انا قوي، قد ايه انا مش فارق لي، قد ايه انا عندي وجهه نظر. على فكره قسما بالله والله العظيم راح جاب لي شاي وحياه ربنا راح جاب لي شاي. عايز على فكره كنت قاعد في اللجنه كانت بره كده، الناس كلها كانت والله العظيم العيال كلها عماله تبص لي كده، والعيال عارفه دماغي، عارفه ان انا منفض كده انا محبوب هناك. جاب لي شاي والله العظيم، والامتحان اللي بعده كان شافني قاعد جاب لي شاي، وبعد كده اتكلمنا مع بعض قعد يقول لي دماغك ايه وشغال فين ومش عارف ايه، وقعد يقول لي برده التعليم مهم. قعدت اثبت له اقول له التعليم ده ملوش لازمه، وفهمته قد ايه ان التعليم ده ملوش لازمه، وطلعت له دولارات من جيبي. يعني فاهم طلعت له دولارات، قلت له هل هيجيب لي دولارات؟ طب انت يا دكتور بتدخل كام في الشهر؟ وقعد يقول لي قعد يقول لي لو هنحسبها مذكرات ومش عارف ايه فانا بدخل ومش عارف ايه. قلت له طب انت سنك كام وانا سني كام وبدخل كام انا في الشهر وبعمل كام في الشهر؟ فاهم الفكره؟ فانا اللي هو ايه، لا الراجل بدأ يكلني بمكيال تاني، بدأ يتعامل معايا بمكيال تاني. فاهم الفكرة؟ فاهم الدماغ؟ فاهم انا بكلمك في ايه؟ بس طيب اللي وصل لحد اللحظة دي في الفيديو يعني يكتب لي كومنت نتناقش، نعمل كده جروب مع بعضينا كده ونتكلم ونشوف افكار ونظبط الدنيا دي. عجبكم المحتوى قولوا لي، انا كده هكمل، هكمل وعندي البجاحة الكافية ان انا هقول كلام صعب، بس معلش نستحمل بعضينا. تمام؟ هقفل على كده ونتقابل تاني بعدين. سلام.